السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي قبل اي حاجة. طبعا سمعتوا الصوت الخشخشة القمر دي والقرمشة الجميلة دي، الفراخ بطريقة تحفة تحفة تحفة. تعالوا نشوف القمر دي بتتعمل ازاي. قبل ما نبدأ متنسوش تعملوا لايك واعملوا كومنتات كتير، صلوا فيها على النبي. جبنا الفرخة العادية، غسلناها كويس وحطيناها في محلول. نعناها اللي هو في محلول اللي احنا عملناه معاكم كتير، اللي هو الملح والسكر بالليمون بالخل بالدقيق، وتقعد فيه شوية حلوين. بعد ما نقعناها جبنا بقى قطعناها بالشكل ده. قطعناها، هنجيب بقى، كنا احنا حاطين ميه على النار بتغلي. الميه دي هنحط فيها ايه بقى؟ هنحط ملح وكركم وكاري وكمون وفلفل اسود وبابريكا وتوم باودر. ايه كل ده يا جماعه؟ ايه ده؟ تاني، هعيد تاني. هنجيب الميه لما بتغلي اهي، هنحط فيها معلقه من معلقه الشاي دي كده زي ما انتم شايفين. هنحطها ملح وفلفل اسود وكمون وكاري وكركم وتوم باودر وبابريكا، كلها نفس المقاس كده، اللي هي معلقه واحده بتاعت الشاي او كده. هنحطها بقى، وبعد كده هننزل بالفراخ. هي هتنزل بالفراخ دلوقتي يعني. حطيت الاول البابريكا، تقلبهم كده في بعضهم. بعدين هترجع تحط اللي هو التوم البودر اهو الشكل ده كده. تنزل بقى بالفراخ تستوي بقى مع الفراخ، تستوي السوا العادي بتاعها تستوي. وبعدين بقى تعالوا نحضر الكفر القمر. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب هنا في حاجة غويطة او حاجة مسطحة كده كوباية من الدقيق، عليها نص كوباية نشا. كوباية دقيق عليها نص كوباية نشا، عليها كوباية، احنا هنا حطينا فيجيتار، بس انتي لو عندك بقسماط ناعم حطي، عندك فيجيتار حطي برضو، يعني ده او ده. وبعدين هنحط شوية ملح، شوية بابريكا، شوية كركم، شوية كمون. بهارات، فلفل اسود، نفس التوابل اللي اتحطت على الفراخ في بالظبط كده. بصل باودر، توم بصل باودر باودر. وتوم باودر. هنا بقى الفراخ كانت استوت وبنطلعها. نيجي بقى على فرخة جنب. اتقطعت كام 8 قطع. تمام كده. هنيجي على جنب بقى، خدنا كبشة او كبشتين من الشوربة اللي هي بتاعت الفراخ، من الشوربة اللي طلعنا منها الفراخ خدنا كبشتين منها، وبدأنا نحط عليها معلقتين او 3 من البودر اللي احنا عملناه. هنقعد نقلبها كده، وهنبدأ بقى ننزل بيها بالفراخ. هننزل بالفراخ فيها، وبعدين هنحطها في الدقيق، وبعدين فيها تاني، وبعدين في الدقيق. ما تمسكهاش بايدك مش بإيدينا. وهي في البقسماط كده، ما تمسكهاش بايدك عشان الكفر بتاعها هي كده. كده على الهوا كده. بعدين هننزل بيها في اللي هو السائل ده تاني، خليط. خليط السائل ده تاني. بعد كده هنرجع بيها في الدقيق تاني. طبعا كل ده احنا مولعين على زيت سخن، يبقى سخن اهي كده. بيديها كفر جميل قوي. خدت بقى، بدأت تعمل قطع تانية بالشكل ده كده. برضه تحطها في الخليط السائل، بعدين هتوديه في البودر، وبعدين السائل تاني، وبعدين البودر. يعني تتعمل في كل حاجة مرتين يعني. متنسوش يا جماعة تعملوا لايك واعملوا اشتراك في القناة وكومنتات تصلوا فيها على النبي. اهي كده. توديها بقى على الخليط اللي هو البودر. الخطوة بقى بتاعت اللي جاية دي قبل ما تحطيه في الزيت، دي اهم خطوة، هي اللي بتخليها مقرمشة. يعني انت تحطيها في طبق مية كده. هنا الزيت كان عامل على الكاميرا فمش واضحة، بس هي يعني بتجيبي طبق مية، بتحطي فيه قطعة الفراخ قبل ما تنزل بيها في الزيت. الزيت بيفضل نضيف وهي بتقرمش. هنا بقى بعد ما استوت خلاص، بصوا انتوا هتسمعوا الصوت، انتوا اصلا سمعتوه في اول الفيديو، بس يعني انا حطيته تاني. تسمعوا مقرمشة جدا وحلوة قوي. بصوا القمر شكلها حلوة قوي، طعمها تحفة. سيبكوا بقى مع الصوت.
وهنا بقى كانت بتمسك الواحدة وتوريكم يعني ان هي استوت، توريكم سواها من جوه كانت سخنة مش عارفة امسكها. اهي بصوا. الكفر ده بقى طعمه تحفة بجد، طعمه جميل قوي. بصي ماسك ما بيطلعش ازاي. بصوا بقى سخنة. السوا من جوه كانت مستوية كويس. وبس يا جماعة كده الفيديو بتاعنا خلص. ما تنسوش تعملوا لايك واعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وروحوا تابعوني في صفحتي على الفيسبوك.